واخيرا الايفونات الجديده تم الاعلان عنها بشكل رسمي. تعالى بقى اقول لك الجديد في الايفون 16. بدايه كده عندك ديزاين جديد ومختلف تماما عن النسخه اللي قبل كده، بيجي بخامات تصنيع من الالومنيوم مع ظهر من الازاز. عندك برضو زرار الاكشن باتون اللي هو بديل زرار السايلنس، واللي من خلاله تقدر تعمل اي فانكشن انت محتاجها. الشاشه عندك حجم شاشه 6.1 انش، وبيجي عليها اجمد طبقه حمايه موجوده حاليا. الجيل الجديد من السيراميك شيلد، واللي بيقولوا ان هو بقى 50% اقوى من الجيل الاول. سطوع الشاشه هنا واللي بيوصل ل 2000 نتس في الاضاءه العاليه و1 نتس في الاضاءه المنخفضه. طبعا المعالج الجديد بتاع الابل A18 واللي بيجي بمعماريه ال 3 نانومتر تكنولوجي. عندك هنا كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل، ونفس الكاميرا دي بتعمل كروب لحجم السنسور عشان تاخد صور تيليفوتو. الكاميرا الثانيه وهي الترا وايد بتيجي بدقه 12 ميجا بكسل مع خاصيه الاوتو فوكس، ونفس الكاميرا دي بتصور صور ماكرو. نيجي بقى لاهم حاجه في نظام الكاميرات ده كله، زرار جديد كده جوه التليفون، هو زرار خاص بالكاميرا فقط، مسميينه الكاميرا كنترول. عندك مثلا ان انت لو دوست عليه ضغطه كليك فبيفتح الكاميرا، كليك كمان بيصور. بس الكليك هنا بتاعته انواع، يعني مثلا لو دوست كليك خفيفه بيفتح الزوم، تدوس دبل كليك يفتح الاوبشنات بتاعه التصوير، ولو دوست دوسه طويله على الزرار بيبدا يصور فيديو على طول. ده طبعا بالاضافه لتصوير السبيشال فيديو وسبيشال فوتو، اللي هي الصور اللي تقدر تشوفها والفيديوهات من خلال النضاره الفي ار، اللي هو تقعد تلف كده حوالين الصوره وانت قاعد جوه الفيديو بقى والصوره. البطاريه بقى واللي بقى حجمها اكبر، بس ما قالوش الصراحه هي بقت كام، بس هم قالوا انها اكبر. الاسعار وهي $800 للايفون 16 و$900 لل 16 بلس. اعمل فولو بقى واستنى فيديوهات البرو والبرو ماكس. بيس.